بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نستكمل حديثنا عن مصطلحات في التاريخ والآثار. وادي الملكات هو واد بالطرف الجنوبي لجبانة طيبة بالبر الغربي للنيل عند مدينة الأقصر. نحت في صخوره مقابر عدد من ملكات الأسرتين التاسع عشر والعشرين وأمرائهما وأميرتهما، ومن أشهرها مقبرة الملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني. وادي الملوك واد يقع في الطرف الشمالي لجبان طيبة بالبر الغربي للنيل عند مدينة الأقصر. نحت في صخور فراعنة الدولة الحديثة مقابرهم منذ عهد تحتمس الأول حتى عهد الملك رمسيس الحادي عشر. واقعة ما يتمخض عنه عمل المؤرخ عندما يستعيد الماضي في ذهنه اعتمادا على الأدلة التاريخية المحفوظة في الوثائق، وعند المدارس التاريخية الكبرى أو المؤلفة من العديد من الأحداث التاريخية الصغرى. وبر الجمال هو الشعر المأخوذ من الإبل، وهو متعدد الألوان منه الأصفر الأتكن والبني، وقد استخدمت هذه الألوان بدرجات مختلفة في زخرفة السجاد. وبرة الشعيرات الخارجية من سطح المنسوج، وهي ناتجة إما من ثدي وإما من اللحم أو من عقد يدوية كما في السجاد. وحدة مساحة أو فدان إنجليزي هو مقياس إنجليزي لمسطح من الأرض مقداره 4840 ياردة مربعة، أي حوالي 4000 متر مربع. ودائع الأساس هي نماذج مصغرة لآلات ورموز وأدوات سجل عليها اسم الملك الحاكم الذي أمر بتشييد المعبد. ومع هذه النماذج بعض المعادن والأحجار الكريمة والأواني الصغيرة المختلفة الأشكال والأحجام والأخراج كانت توضع في أركان المعبد الأربعة، والقصد من هذه الودائع تخليد اسم الملك الحاكم والمناسبة وبعض مظاهر الحياة في عصره. ورق اسم أطلقه الجغرافيون العرب في العصور الوسطى على نوع من السمك الصغير المجفف الذي تتغذى عليه الدواب في منطقة الخليج العربي. ورق الدراهم المضروبة من الفضة. وفي التنزيل العزيز في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. صدق الله العظيم. ورق الطير وهو ورق خفيف الوزن تحرر عليه الرسائل التي ينقلها الحمام الزاجل. ورقة برسيمية هو عنصر زخرفي ذو 3 ورقات استخدم في الزخارف النباتية الإسلامية. ورقة خماسية الفصوص هو عنصر زخرفي مشتق من ورقة العنب استخدم في الزخارف النباتية الإسلامية. ورقة مسننة أقنثة ورقة نباتية شائكة اقتبسها الفنانون على مدى العصور وزخرفوا بشكلها تيجان الأعمدة كما استخدمها الفنانون المسلمون في زخارفهم. وريدة أو دائرة زخرفية هي حلية زخرفية مستديرة عبارة عن رسم محور لزهرة. وزرة هي كسوة حائطية مزخرفة من الرخام أو القشاني أو الخشب أو غيره لتغطية الأقسام السفلى من الجدران وتجميلها كما في معظم المساجد. وسادة تاج العمود اللي هو الجزء الذي يعلو العمود وترتكز عليه أرجل العقود. الوسخ أو الوسخ الغالب عند ابن مماتي كل أرض تأصل فيها من الحشائش ما أعجز المزارعين عن اقتلاعها، فإذا تيسر استئصاله سمي بالوسخ المزروع. وصلات عاشق ومعشوق ابتكرها المعمار والنجار لتقوية العقود والمباني الحجرية، والوصلات الخشبية قد تغني عن مواد اللحام من المونة والغراء ونحوهما. ونيك المحارب في روسيا أطلق على طائفة من الجنود المسيحيين البلغار على عهد السلطان مراد الثاني، كانوا يسوسون الخيل لكبار رجال الدولة في وقت الحرب. أعيد تنظيم فرقتهم ودامت إلى عام 1878 ميلاديا. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى.
شكرا على حسن استماعكم.